السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحت الطلب المتتبعات ديالي يطلبوني باش نعطيهم وصفة لتتحيد النمش، وايضا هاد الوصفة هادي تتحيد لينا حتى الكلب. اليوم غادي نعطيكم الاسباب والعلاج وبزاف ديال الاخطاء تيوقعوا فيها البنات هكا باش يبقاو يبانوا ليهم واحد البقع داكنه في الوجه ديالهم. ما عليكم غير تابعوني، والا ما كنتوش مشتركين في القناه نتمنى باش تشاركوا فضلا وليس امرا باش توصلوا بالجديد ديالي. وغادي نبداو على بركه الله. بسم الله. اول خطا تيوقعوا فيه البنات هو استعمال الصابون كوصفه. تيحكوا الصابون تيستعملوه كوصفه للوجه. الصابون راه فيه ماده السرنيخ والزئبق والرصاص، وبالتالي تينشف لكم البشره ديالكم، تيحيد لكم هذيك الزيوت الطبيعيه من الوجه. مع المده يقدر يتقب لكم الوجه لا قدر الله. بالنسبه لمعجون الاسنان ايضا خميره الحلويات، كاينين البنات اللي ولاو يستعملوا اقراص لتسكين الالام تستعملوها الوجه ديالهم. هادشي كامل هو اللي تزيد لنا البقع الداكنه والتجاعيد قبل الوقت. يعني تتبان لك البنت يعني في السن ديالها صغير وبدات عليها علامات الشيخوخه المبكره. ما يفرحكمش الوصفه انكم تستعملوها يعني 3 ايام 4 ايام تتعطي النتيجه، ولكن من بعد تتفقدوا هذيك الزيوت الطبيعيه اللي تتحافظ لنا على الصحه ديال البشره ديالنا. فبالتالي نبعدوا على هاد الوصفات اللي هي مضره للبشره. اللي بغيت نقول لكم راه كاين بزاف ديال الاسباب ايضا، من بين هاد الاسباب خلل هرموني، ايضا النساء اللي تيتناولوا حبوب منع الحمل، مشاكل او امراض الكبد، خلطات غير صالحه كيف ذكرنا من قبل. كاينين النساء اللي في فتره الحمل تيبان عندهم هذا المشكل هذا ديال الكلف. كاين مشاكل ديال الغده الدرقيه وبزاف ديال العوامل اللي هي تتكون وراثيه. كلشي هادشي تكلمت عليه او كتبته لكم في صندوق الوصف فقط باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. نبداو على بركة الله. بسم الله. أول مكون اللي تعمل على تخليص الجلد من الميلانين الزائد اللي هو عرق السوس. عرق السوس تفتح لنا البشرة بطريقة طبيعية جدا، وأيضا تحيد لنا هذوك التصبغات الجلدية اللي عندنا في الوجه. فهو فيه بزاف ديال المركبات طبيعية مضادة للالتهابات، وتتساعدنا أو تساعد على حماية البشرة من الحصول على تغيرات في لونها بعد التعرض لأشعة الشمس. فتنصحكم دائما باش تستخدموا مسحوق عرق السوس لأنه يعني فيه بزاف ديال الفوائد للبشرة ديالنا. بالنسبة للمكون الثاني راه هو من الشيء استخرجوا البنات فيتامين او. الزريعه او حنا تنقولها الزريعه الكحله او بذور عباد الشمس راه متواجده عند جميع العطاره، والثمن ديالها رخيص بزاف يعني 5 دراهم يعطيكم كميه كبيره. وما نساوش ان الزريعه راه تنتج لنا الكولاجين. اقسم بالله العلي العظيم البنات الا بديتوا تستعملوا الزريعه غادي تحسوا بالوجه ديالكم بدا تيتجبد وتيتزيت وتيرطب. وفيه هو بزاف ديال الاحماض الدهنيه اللي تتساهم في حمايه يعني تتحمينا من العديد من الامراض الجلديه، وتتكافح لنا العدوى والفطريات، وتتهدئ لنا التهابات الجلد. يعني هي ممتازه للجلد ديالنا. تقدروا ديروها حتى وصفات في الحمام. يعني تتاخذوا الزريعه ديال عباد الشمس تنطحنوها مزيان كي تتشوفوا من نقيسه خاصها تعجن في يدي. وهذا يعني راه تيدل بان الزريعه راه فيها واحد النسبه عاليه ديال الزيوت اللي مهمه بزاف للجسم. يعني نقدروا نخلطوه غير مع ياغورت ونستعملوه في الحمام، فهو ممتاز جدا ترطب لنا البشرة ديالنا. بالنسبة للحليب المجفف هو مقشر كيميائي طبيعي تحيد لنا خلايا الجلد الميتة من الوجه وتعطينا واحد النضارة. ايضا هو راه غني بالبروتينات الطبيعية اللي تنتجها الجسم وتعمل على تحسين نضارة البشرة ومنع خطوط او ظهور الخطوط الدقيقه والتجاعيد. البنات انا هنا تنعطيكم معلومات باش تستافدوا منها، ماشي تنطول عليكم الفيديو. وراه باقي معلومات مهمه بزاف حطيتها لكم في صندوق الوصف فقط. ما تنساوناش من واحد اللايك. الله يجزيكم بخير هكا باش نستافدوا جميعا. المهم البنات تناخذوا واحد نص معلقه من عرق السوس مطحون، ايضا نصف ملعقه ديال الزريعه اللي طحنا، وهنا عندنا نص معلقه كبيره
معلقه ديال الحليب بودره. انا نقدر نستعملو حتى معلقه كبيره ديال الحليب بودره. كيف قلنا راه يعني تيقشر لينا والبشره وتعطينا واحد النضاره رائعه. بالنسبه للبياض، البيض هو ايضا تفتح لينا البشره وتيخلصها من شحوب الوجه، وهو راه غني بحمض الفوليك وتيحيد لينا حتى الرؤوس السوداء اللي تتكون في الانف. لهذا بياض البيض راه ممتاز جدا وتنتج لينا واحد النسبه لا باس بها ديال الكولاجين وتيأخر لنا من ظهور علامات الشيخوخه. هنا من بعد ما تنخلط المكونات تنخففهم شويه اما بالماء او تنخفوهم بالحليب، يعني اللي متواجد عندكم في الدار. الماء او يعني الماء راه متواجد ولكن الحليب الا ما كانش ماشي مشكل، تنخلطو غير بالماء. تيجينا هذاك الخليط شويه خفيف وتنطليوه على الوجه ديالنا مده 25 دقيقه. هنا راه باقي ما ساليناش الوصفه البنات، راه غادي نقول لكم اش غادي تستعملوا من وراء هاد الوصفه هذه. من بعد 25 دقيقه الوقت اللي نحس بوجهي بدا ينشف، يعني ملي تندير تنطبق هذا الماسك هذا او هذا القناع على وجهي، تنخليه يعني تنحسب ليه تقريبا 10 دقائق، تنحس به بدا ينشف، تناخذ شويه ديال الماء تنفسك الوجه ديالي هكا تتطلق لينا الوجه. تنعرفوا ملي تنديروا بياض البيض تنحسوا بالبشره تتجبد، وحنا ما بغيناش هذا الشيء كامل، ما بغيناش البشره ديالنا تجبد لان هكا باش تتشرف لينا البشره. دائما البنات اي وصفه حطيتوها على البشره ديالكم كيف تنشف ناخذ الماء ونبدا نفزك الوجه ديالي حتى تتسالي ليا هذيك المده ديال الوصفه. مثلا هنا عندي الوصفه غادي نحطوها 25 دقيقه. من بعد 25 دقيقه تنغسل وجهي بالماء، ما نستعملوش الصابون تنستعملوه قبل الوصفه. بالنسبه للصابون البنات اللي سولوني، هنا من الاحسن تنشريو صابون اللي يكون تيناسب البشره ديالنا. من الاحسن ما نستعملوش الصابون، راح نهضرنا على اضرار الصابون بالاخص الا كان عندنا يعني كانت عندنا واحد البشره اللي هي متضرره بزاف. ما نستعملوش الصابون، نشريو الصابون من الصيدليه لانه ما تيكونش حمضي وايضا تيناسب لينا البشره ديالنا. هنا من بعد ما تنغسل وجهي مزيان بالماء وتنشف البشره ديالي تنستعملوا واحد الكريم اللي خاص بالنمش وايضا بالكلف وتحيد لينا التصبغات. ضروري البنات تنساعدوا بكريم لان الوصفات بوحدها راه ما كافياش والكريمات بوحدهم ما كافيينش، فلا بد تنستعملوا هنا جوج مسائل. تنستعملوا الوصفه يعني وصفه طبيعيه، ومن بعد الوصفه تنستعملوا كريم اللي هو مقشر. يعني هذا الكريم هذا راه 3 ديال الاسابيع تيرد لينا واحد البشره اكثر من رائعه. انا هنا ما تنشهرش شي منتوج، فقط انا تنستعملو ووافقني وكاع الناس اللي استعملوا هذا الكريم هذا وافقهم وتحيد لينا التصبغات الجلديه وحتى السواد اللي في المناطق الحساسه. راه ممتاز جدا ولو الثمن ديالو شويه مرتفع ولكن تيبقى طوب. هنا البنات الوصفه تنستعملها مده اسبوع، الاسبوع الثاني تنستعملوها 3 ديال المرات في الاسبوع. راه الوصفه اكثر من ممتازه. بالنسبه لهذا الكريم هذا تنديروه 2 مرات في النهار، تا هو تنتبعوه من 3 حتى ل 4 ديال الاسابيع، فهو تيعمل على يعني تقشير البشره وتحيد لنا التصبغات الجلديه القديمه، ايضا تحيد لنا النمش وحتى الكلف. هكا تنديروا وصفه وكريم وغادي تشوفوا النتائج راه مبهره وسريعه. غنتسنى التعاليق ديالكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.